اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم متتبعاتي الغاليات، واش راكم؟ واش راهي الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير ولاباس عليكم. اذا الوصفة اللي راح نتقاسموها مع بعضنا اليوم هي وصفة القريوش نتاع الوردة اللي راه مدير توندونس، مدير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. راه الا هو يدور هذه الايامات، يعني تاع القريوش تاع الوردة هذا اللي يصلح كما تعرفوا في المناسبات، في الاعراس، في الافراح، في الحفلات، حفلات النجاح، وفي كل حبيت نشارككم هذه المناسبة اللي لقيتها يعني تستاهل اني نتقسمها معكم. قريوش الوردة بالطبقات، وطريقة التوريق اللي كانت بالمايزينا اللي حين تعرفوا عليها دركا مباشرة. هذه يا حبيباتي متتبعاتي الغاليات، قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب ونرحبوا بالمشتركين الجدد، ونقول لهم فعلوا الجرس للحصول على كل الوصفات الموجوده في قناتي. ودرك نروحوا للوصفه نتاعنا ونبدا على بركه الله وفرجه ممتعه. رايحين نبداو اول حاجه راح بالعجين نبداو نتاعنا. بها كان فيه 4 كيلات نتاع فرينه. 4 كيلات تاع فرينه، لو كنت درت بكيله يعني صغيره، زدت عليها مغرف تاع لافاني، مغرف صغيره نتاع خميره الحلويات، رشه نتاع ملح، وراح نخلط المكونات نتاعي مليح، ومن بعد ندير حفره في الوسط. راح نجيب كيله نتاع السمن يكون ذايب وبارد. حبيتوا تستبدلوا السمن بالمارغرين لكم الاختيار كما حبيتوا، المهم يكون دهن ذايب وبارد. راح نمحر مليح كما راكم تشوفوا، ومن بعد نبدا نحك بيديا باه نبسس الفرينه نتاعي، وندير حفره في الوسط، وراح نضيف فيها وحده نتاع البيض. راح نخلي شويه من البياض نحتاجو من بعد، وراح نضيف عليها ماء الزهر. ونبدا بالنسبه للعجينه لازم تكون عجينه طريه. من بعد راح نفيتيوها ولا نورقوها بالمايزينا. حاولوا انكم ما تيبسوهاش، ديروها طريه شويه كي دوك تشوفوا القوام نتاعها. نضيف ماء الزهر بالتدريج ونعجن العجين نتاعي كما راكم تشوفوا. هاو العجين اللي تحصلت عليه. حندلكو دلكه خفيفه على لو بلان دو طرافاي، ومن بعد رايحه نرطبو شويه، ونقسم العجينه تاعي الى قسمين. كل جزء من هذه العجينه رايحه نرطبو بهذا الشكل، نخليها بيان ليس، ومن بعد راح نحتفظ بهم. شوفوا هنا بالنسبه القريوش راه يحب الوقت، يحب يركح، تحب العجينه هذه تبقى من ساعه وروح لهيه. تقدري تبيتيه ثاني كي تبيتيه وتحطيه في الثلاجه راح يعطيك نتيجه هايله. راح نغطي العجين نتاعي بكيس بلاستيكي ونحتفظ به في مكان يعني كما حبيتوا. قلت لكم اذا كنتوا رايحين تطولوا باش تخدموه ديروه في الثلاجه، ما كنتش مطولين خليوه هكذا على سطح العمل واحد الساعه من ساعه ودي لهيه. في عمليه التوريق راح تكون بالمايزينا بطبيعه الحال. راح نفرش المايزينا نتاعي على سطح العمل، ونزيد الرش من فوق نتاع العجين كما راكم تشوفوا. نروح معاها بالحلال نحلها مليح، نحلها يعني قيس من دوكا تشوفوا. نروح معاها مليح بالحلال، وفي نفس الوقت تاعها نرش المايزينا من فوق باه ندير الطيه ولا التور الاولى. شوفوا كيف راح نطويها المره الاولى، ونزيد الثانيه، ونزيد نرش المايزينا، ومن بعد نطوي بهذا الشكل. هنا التور الاولى راني خلصناها، وراح نديروا التور نزيدو نحلو ولا الطيه الثانيه. راح كيما راكم تشوفوا المايزينا هي الاساس نتاع التوريق. نبداو بها نخلصوا بها كيما راكم تشوفوا. نزيدو نحل العجينه تاعي بنفس الطريقه الاولى، مش راح نحلها مليح يا البنات، لا كيما راكم تشوفوا هكذا برك. ومن بعد نزيد نرش المايزينا، ونبدا نطوي الطيه الثانيه كيما راكم تشوفوا بنفس الطريقه وبنفس الخطوات وبنفس المراحل. حنعاود الكره من 3 مرات الى 4. للامانه يعني انا ديما ندير 4 طيات، نطويها على 4 مرات. علاه قد ما تكثري الفيتاج قد ما يجيك القريوش نتاعك مورق ويجيك هشيش وطري كما راكم تشوفوا. حبيباتي متتبعاتي الغاليات، كما قلت لكم من 3 إلى 4 مرات نتاع الطيات، وفي كل مرة لازم نرش المايزينا نتاعي قبل ما نطوي لازم نرش المايزينا. شوفوا بهذا الشكل حتى نتحصل على عجينة طرية، عجينة بيان ليس. ومن بعد دوكا تشوفوا الخطوة القادمة حبيباتي متتبعاتي الغاليات. أنا قلت لكم كنت دير 3 طيات. هذه الخطوه ما صورت لكمش يعني الطيات كامل، راح يدي لي الوقت. تبدا العجينه الشوي تاعكم، شوفوا هنا تبدا تصعب لكم في الحلان، صاي
حبسي دوك راح نطوي الطيه الاخيره، يعني منها وراح نلم العجين نتاعي كيما راكم تشوفوا. هذه هي درك حلم العجين تاعي بهذا الشكل، ورايحه لازم نحطه في كيس بلاستيكي. نجيب بابي فيلم تاعي كيما قلت لكم ونغطي به، لازم تخليوه يطول من ساعه فما فوق. اللي عندها الوقت تعجن في الليل، دير التوريق في الليل وتحطه في الثلاجه، وغدوه من ذاك راهي تبدا تشكل القريوش نتاعها. هاوليك درك بعد اللي فاتت عليه المده، يعني نشوفوا انا ما طولتش يا البنات، كنت مزروبه 2 سوايع، خليته 2 سوايع فوق لو بلون دو طرافاي، ومن بعد مباشره راح نبدا نشكل فيه. راح نحل العجين نتاعي، نحلها رقيقه ياسر، نتخلص من الزوائد هذيك بالجراره، وراح نجيب الطابع هذا اللي راح نطبع به مربعات مشرشفين كما راكم تشوفوا. نطبع العجين تاعي كامل بنفس الشكل بنفس الطابع حتى نتحصل على هذا الشكل. نحي الزوائد تاع العجين تاعي كامل ونخلي الا المربعات نتاعي. دوك واش راح ندير حبيباتي متتبعاتي الغاليات؟ رايحه نهز كل 3 نحطهم فوق بعضها، كل 3 مربعات رايحه نحطهم فوق بعضها بهذا الشكل. هي من الاحسن يعني البنات عن تجربه، يعني من الاحسن ديروا ربعه خير، يعني ربعه راح تعطيك ورده مفقعه هكذا، ورده باربع مربعات راح تحصلي على ورده تجي مفتحه وطالعه وتعطيك منظر هايل. انا يعني كاقتراح حبيباتي متتبعاتي الغاليات، حاولوا انكم ديروا 4 مربعات فوق بعضهم حتعطيك نتيجه هايله. ومن بعد بالموس كما راكم تشوفوا درت 4 فتحات، يعني تخش بواحد سنتيم في كل مستقيم. حاولوا انكم تخليوا الوسط هذاك فارغ، ما تدخلوش فيه من بعد ما تحللكمش وما تكسرلكمش الحبه. نجيب البيض ونحطه بين في الاولى، شوف المربع الاول نحطه مسقم، المربع الثاني نديرو شوي اعوج عليه، والمربع الثالث راح نديرو بنفس المربع الاول على صواب المربع الاول. وهذه هي. من بعد نضغط في الوسط مليح، هنا باه نضمن انها من بعد ما تحليش اثناء القلي. حنزيد نكرر ما فهمتش في الحبه الاولى حتفهم في الحبه الثانيه. كما راكم تشوفوا جبت المربعات نتاعي في 3 رايحه نحطهم فوق بعضهم، ومن بعد راح نخش فيها بالموس كما راكم تشوفوا ندير 4 نحلها 4 حلات في كل مستقيم، نخش بواحد سنتيم، ومن بعد حنهز 2 حبات ولا 2 مربعات وندير البيض في وسط تاع المربع الاول، ونحط فوقه المربع الثاني بصح بطريقه معوجه كما راكم تشوفوا، ونزيد ندير بيض في هذا المربع، ومن بعد راح نزيد نحط المربع الثالث. المربع الثالث راح يكون على صواب المربع الاول كما راكم تشوفوا، وندير نضغط في الوسط بالاصبع مليح. انا كما قلت لكم حبيباتي زيدوا الرابعه، زيدوا الحبه الرابعه، يعني كنصيحه حابين يجي القريش تاعكم مليح وطالع زيدوا الحبه الرابعه. هنا واش راح ندير؟ راح نغطيه، لازم تغطيه بكيس بلاستيكي فيلم اليمونتير باه من بعد ما يديرلكمش القشره. وبالنسبه للطريقه نتاع القلي لازم في الاول نحطوا الزيت كثيف، نحطوه في مرميطه في طاوه، المهم ما يكونش في المقلايه البنات. المره الاولى راح نسخنوه مليح وبعد نقصوا عليه نهائيا، نقصوا عليه طول. نبدا نحط الحبه نتاعي، ولازم نجيبوا حاجه نتاع خشب يعني تاع لوح، قال مغرف ولا اي حاجه، شوفي اي حاجه عندك في المطبخ نحطوها في الوسط، نضغطوا مليح ومن بعد نبداو ندوروا بها في الحبه نتاع القريوش. كي ندور راح نسكب الزيت بالمغرف بهذه الطريقه. هنا راح نسهل عمليه التوريق، شوفوا كيفاه. ومن بعد كي نلقى بلي الحبه حكمت روحها مليح راح ننزع ولا نحي المغرف هذه ولا الاداه هذه اللي درتيها تاع الخشب. شوفي واش عندك في المطبخ يعني. راح نزيد الحبه الثانيه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات. هذيك نخليها الطيب وهذيك هاني معها هكذا، ونسكب الزيت نتاعي بشويه. في نفس الوقت راني دوروا يا البنات بهذيك المغرف، ونكمل مع الحبات نتاعي كامل حتى ندير عمري في الطاوه ولا في المرميطه نتاعك ديري من 6 ل 7 حبات، يعني راح تقلب كميه لبس بها. هذه هي. راني نعدت لكم الخطوات يا حبيباتي متتبعاتي الغاليات باش تشوفوهم كاملين باش تنجح لكم الوصفه.
وبعد اللي ديروها والصورة تتحدث على نفسها. بعد اللي نحط الحبات نتاعي يعني اللي قد ما حبيتي تحطي في الزيت تقليهم، رايحه نقلبهم على الجهه الاخرى، يطيبوا من تحت ومن بعد يطيبوا. حاولوا انكم بالنسبه للون لازم يكونوا بيان دوغي، بلون ذهبي حيكون احسن. شوفون الحبات اللي تحمروا لي البنات عطاوني منظر مش مليح، خليهم بلون الذهبي راح نتحصلوا على لون هايل، ما تخليهمش يحمروا ياسر. المهم بعد اللي يطيبوا راح نحيهم نقطرهم مليح من الزيت ونديرهم في شباك باش يقطروا لي. ودرك الخطوه القادمه حبيباتي متتبعاتي الغاليات وشن هي، اكيد كما تعرفوا كل قريش بالنسبه للطريقه تاع التعسال كل وحده وكيفاه تحب تعسل. حبيتوا تهزوا الحبه نتاعكم وتغطسوها في العسل، حبيتوا بالطريقه هذه بطريقه بسيطه وسهله يعني، وما تاكلكمش العسل ياسر. هكذا بالمغرف برك ونبدا نرش على حبه القريوش من فوق. بهذه الطريقه حتكون يعني طريقه سهله وبسيطه. روحي مع الحبات نتاعك كامل. وبالنسبه للتزيين حبيباتي متتبعاتي الغاليات، انتم وبا حبيتو انا راح نقترح عليكم التزيين هذا اللي كان عندي شويه نتاع كاكاو اللي كنت صبغته باللون الاخضر بالفير بيستاش اللي تحصلت على لون هايل. وفي الاخير حبيباتي متتبعاتي الغاليات هاوليك القريوش نتاعنا تاع الورده تحصلنا على شكل كان هايل. كما قلت لكم يا البنات شوفوا بالنسبه للقلي اقليو بنفس هذا اللون بالذهبي. شوفوا الاحمر شوي ما عجبنيش انايا. هاوليك القريوش نتاعنا تحصلنا على قريوش هايل، سواء في الشكل ولا في البنه، جا خفيف طري هشيش يذوب في اليد قبل الفم. وصلنا حبيباتي متتبعات الغاليات نهايه الفيديو. نتمنى يكون القريوش هذا عجبكم، نتمنى تجربوه وينجح لكم. وما تنسونيش حبيباتي متتبعات الغاليات باش تضغطوا على زر الاعجاب باش يوصل الفيديو هذا الاوسع النطاق. في الاخير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.